السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من حلقات الكرة في الشبكة، كواليس كتير وأخبار كتير هنتكلم فيها النهاردة. أخبار الأهلي ورحيل مدرب الزمالك. هنتكلم الأول في أخبار الأهلي عنده الماتش الجاي قدام الإسماعيلي يوم الأحد الساعة 7. ماتش مهم جدا وثلاث نقاط مهمة جدا قبل ماتش الزمالك اللي هو هيبقى يوم 22. ماتش مهم جدا، ثلاث نقاط مهمين، والإسماعيلي مش في حالته، فالثلاث نقاط بالنسبة لك خط أحمر، عشان ماتش الزمالك مش مضمون ومحدش يعرف ايه اللي هيحصل فيه، عشان ماتشات القمة محدش يتوقعها سواء كنت قوي أو ضعيف. نيجي بقى لأبرز الإصابات والغيابات عن مباراة الأهلي. طبعا يحيى عطية الله مش جاي دلوقتي الفترة ديت، أي نعم هو دلوقتي بيتدرب بالقناع اللي جاله، بس نسبة وجوده مستحيلة. عندنا طاهر ووسام الاتنين نزلوا التدريبات بس لسه ملعبوش ولا ماتش زي ما احنا عارفين، فممكن من ماتش الاسماعيلي الجاي مثلا المدرب يديلهم 10 دقايق ربع ساعه بحيث ان هم يبقوا قبل ماتش الزمالك يكونوا فت وينزلوا الملعب يكسروا الدنيا ان شاء الله. فقلنا طاهر ووسام الاتنين زي الفل كده، اللي هو مشاركتهم في ايد المدرب. اشرف داري نفس الموضوع. بالنسبه لاشرف بن شرقي فده موضوع بقى. اشرف بن شرقي يا جدعان بالنسبه له الدنيا لسه مش تمام. ماتش الزمالك بالنسبه له صعب يلحقه، بس ممكن ممكن ينزل مثلا في اخر ربع ساعه في 10 دقايق في ماتش الزمالك، قبل كده مستحيل. المدرب مش عايز ان هو يغامر بيه، لا عايز يديله فرصته ان هو يرجع كويس بحيث ان هو ما يتصابش تاني. ده ابرز الغيابات واللي راجعين قبل ماتش الاسماعيلي ان شاء الله. طبعا مشاركه معلول في ايد كولر لو عايز معلول يلعب هيحطه في القائمة. معلول بقاله زي ما احنا عارفين اكتر من اسبوعين او اسبوع ونص نزل التدريبات، واللي هو مشاركته كلها في كولر. موضوع كهربا، طبعا زي ما احنا عارفين ان كهربا راح اعاره 6 شهور لفريق الاتحاد الليبي، وممكن ان هم ياخدوا العقد ويشتروه. تمام، اعاره 6 شهور. وامبارح طلع فريق الاتحاد الليبي فعل بند شراء محمود عبد المنعم كهربا، وبقى لاعب في الاتحاد الليبي رسمي، وخلاص كده رحل عن فريق النادي الاهلي. ليه كل الاحترام والتقدير على الفترة اللي قعدها معانا، لعب معانا، خد معانا بطولات كتير قوي، وجاب للنادي برضه في بطولات. عندك سنة 2023 سنة بالنسبة للكهرباء سنة مهمة جدا، ربنا يوفقه في مسيرته وربنا معاه. نيجي بقى لأخبار الزمالك. نادي الضحك لسه جايب كروس يعتبر من شهر ولا من شهر ونص، ودلوقتي كروس هيمشي. طب مين اللي هيتولى قيادة الفريق؟ المدرب بيسيرو اللي كان بيدرب الأهلي. خلاص مدرب الزمالك خلاص كده يرحل وهيجي مدرب جديد. طبعا الزمالك الفترة دي مش أحسن حاجة من حيث الإدارة ومن حيث اللعيبة ومن حيث كل حاجة، الدنيا فيه بايظة. فإن شاء الله اللي بيسيرو خلاص هيمسك الفريق ممكن النهاردة بالكتير أوي أو بكرة. الغيابات، الزمالك عنده ماتش جاي يوم الأحد قدام بتروجيت، ماتش مهم جدا برضه بالنسبة لهم، وغيابات كتير قوي في الفريق، منهم زيزو، ناصر ماهر، احمد حمدي الاصابات طويله من زمان فتره كبيره. ممكن عبد الله السعيد يرجع، وكده كده عبد الله السعيد هيلعب ماتش الاهلي. فالزمالك اصاباته كتير قوي وغياباته كتير قوي الماتش الجاي، بس كل اللعيبه اللي غايبه الماتش الجاي هيرجعوا في ماتش القمه. طبعا ماتش القمه هيبقى لسه موضوع، وزي ما قلنا ماتشات القمه محدش توقعها. دي ابرز الغيابات وتولي مدرب الزمالك الجديد. ماتش الاهلي الجاي قدام الاسماعيلي ماتش مهم جدا، زي ما احنا قلنا 3 نقاط مهمين. الاسماعيلي مش في افضل حالاته، فانت ال3 نقاط هيبقوا سهلين بالنسبه لك. ده ابرز اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه النهارده. ان شاء الله نلتقي في حلقه جديده من حلقات الكوره في الشبكه. السلام عليكم.